رحلة يوم القيامة وفهم مراحل الحساب مع كريم. السماء مليانة نجوم الأفضل التي توقف عليها اليوم، وكل نفس بيتنفس سينتهي. ربنا أصلا مش محتاج حاجة من ده. طيب هو احنا ليه موجودين؟ هو احنا ليه اتخلقنا أصلا؟ الحياة دي اختبار، وكل اختبار ليه نهاية. في يوم هيجي العالم مش هيبقى زي دلوقتي، وكل حاجة هتخلص. الجبال هتتفتت، البحار هتولع، والسماء هتشقق. اليوم ده اسمه يوم القيامة أو يوم الحساب. المرحلة الأولى هي البعث. هي أول حاجة هو إن أنت هتبعث. هتقوم من قبرك بعد ما كنت نايم فيه سنين طويلة تحت الأرض في ظلام كامل. فجأة صوت قوي هيهز الكون كله. البوق هتضرب وملك الموت اللي هو عزرائيل هينفذ أمره. روحك هترجع لجسمك، العظم هيتجمع واللحم هيتكون والقبر هيتشفى. لو كنت عشت في سلام في البرزخ هتقوم براحة هدوء ومش هتبقى خايف. لو كنت متعذب الخوف يملاك، مش هتبقى فاهم ايه اللي بيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس هتقوم حافية عرية، واللي هيحصل ده مش هيشوفوا حد. المرحلة التانية التجمع. لما تقوم هتشوف الناس في كل مكان، مليارات الناس كلها في مكان اسمه المشار. أجدادك وكل الناس اللي اتخلقوا هتلاقيهم موجودين هناك. هتشوف حاجات تكسر قلبك، أم بتهرب من ابنها، أب بيبعد عن بنته، أخوات ما يعرفوش يبصوا لبعض. اللي حملتك 9 شهور، اللي صرفت عليك لما كنت تعبان، دلوقتي هتهرب منك مش لأنها بطلت تحبك، بس عشان هي مش هتعرف تساعدك. المرحلة الثالثة الشمس الحارقة. الشمس هتبدأ تهبط على السماء، حركة هتحرق جلدك. لو كنت محافظ على صلاتك، عملت خير، ساعدت ناس، هتحس بظل من رحمة ربنا فوقيك، بينما مليارات الناس حواليك هتكون بتعاني. لو أحلمت الحر هيتعبك جدا، الحر هيغرفك، مش هتبقى تلاقي أي راحة. المرحلة الرابعة المناشدة العظيمة. الحر محتدم، الناس خلاص وصلت للحد. هيروحوا لآدم أول إنسان ويطلبوا منه يدعي لبدء الحساب، بس هو هيقول نفسي نفسي. آدم هيقول مش هقدر أساعدكم. بيروحوا لكل الأنبياء، لكن كل الأنبياء بيرفضوا لحد ما يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي هيطلب من ربنا يبتدي الحساب، وربنا هيستجيب. المرحلة الخامسة المسائل. أول ما تبدأ كل واحد هيقف قدام ربنا لوحده. لو كنت عايش صالح المسألة هتكون خاصة، وربنا هيسألك عن حياتك، شبابك، فلوسك، وأفعالك اللي انت عملتها. لو كنت في الذنوب المسألة هتكون عامة، كل الناس هيشوفوا، ولسانك هيقف، ايدك وراسك هيشهدوا عليك. القرآن قال وتشهد ألسنتكم وأيديكم ورجلكم بما كنتم تعملون. المرحلة السادسة ميزان العدل. بعد كده هيظهر الميزان الكبير. لو حسناتك أكتر الأعمال الصالحة تتراكم وتظبط الميزان للخير. لو سيئاتك أكتر كل خطأ وذنب يتحط على الميزان ويروح ناحية الشر. القرآن قال ولا يظلم مثقال ذرة. المرحلة السابعة كتاب الأعمال. يظهر لك كتابك في حياتك كلها مكتوب فيه. لو كنت صالح هتاخده في ايدك اليمين وهتفرح وهتبتسم.
لو كنت في ذنوب الكتاب هيجي في ايدك الشمال، هتحاول تخبيه بس مستحيل، كل حاجة واضحة. المرحلة التانية، الشوربة الأخيرة، تشوف بركة ماء عظيم، الحوض بتاع النبي اللي هو الكوثر. لو كنت على حق هتشرب والقوة هترجع لك والراحة هتدخل قلبك. لو غيرت الدين هتبعت لك شواهات يدعوك، لا راحة ولا شرب، بس العطش والرفض. المرحلة التاسعة، صراط جهنم، الجسر الذي فوق النار، رفيع جدا، أصغر من شعرك، حاد زي السيف. اللي حسناته كتيرة هيمشي فيه بسهولة، النور هيضيء ليه الطريق. اللي سيئاته كتيرة الظلام هيغطيه، كل خطأ يتبعه وهيسكت في النار. القرآن الكريم قال: كل نفس سوف تجتازى. المرحلة العشر، الواجهة النهائية. لو نجحت هتقف قدام أبواب الجنة وهتفتح لك باب حسب أعظم عمل صالح. الملائكة ترحب بيك: سلام عليكم، أحسنتم، الحدائق والأنهار حواليك، لا خوف لا ألم، سلام بيدي. لو سقطت هتدخل النار، الحر والظلام والندم الشديد والعقاب صعب جدا، غير ربنا يرحمك. الخاتمة، ده هو رحلة يوم القيامة وهي ال10 مراحل. خد بالك، كل صلاة بتعملها، كل عمل صالح، كل خطوة على الطريق المستقيم بتجهزك للمرحلة دي. الوقت دلوقتي. الاستعداد بدءا من الآن. روح واعمل أعمالك الصالحة. شكرا، كان معاك كريم محمد.